السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ديالي. بغيت نشارك معكم كاب كيك اللي كيجي رائع في المذاق. نتمنى انكم تجربوه. مكوناته جد بساط وكيوجد بسرعه، تقدروا توجدوه لوليداتكم. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الاناء غادي نضيف فيه كاس من زيت المائده على عباره بكاس ديال العنبه. غادي نضيف 4 ديال المعالق عامرين من السكر الخشن. هنا السكر حسب الذوق، انا ما بغيتش نكثر السكر، ضفت فقط 4 ديال المعالق تزيين. باش غادي نزين هذا الكاب كيك غادي نزينو بالكريمه. ضفت 2 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، واحد الرشه من الملح، وواحد الساشي ديال الفاني. تقدروا تستعملوا اي فاني كانت متوفره عندكم. وضفت واحد الكاس ديال الحليب، عبار كاس ديال العنبه. هنا بعد ما دمجت الخليط ديالي مزيان بالخلاط اليدوي او كهربائي اللي كان متوفر عندكم، بقيت كنضيف الدقيق بالتدريج بعد ما غربلته بطبيعه الحال. كما كتشوفوا بعد ما جمعت الخليط بالخلاط غادي ندير واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات وزن 8 غرام فقط. خماره وحده بوزن 8 غرام. جمعت الخليط ديالي وبقيت انا كندير الدقيق بالتدريج وانا كنخلط بالخلاط حتى نحصل على واحد الخليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. كما كتشوفوا ان الكاب كيك ما كيبغيش الخليط يكون خفيف بزاف، يكون شويه شاد راسو شويه ثقيل باش الكاب كيك يبقاو شادين فراسهم ماشي يدخلوهم في الفرن ويهبطوا. كما كتشوفوا بعد ما جمعت الخليط ديالي تحصلوا على هذا الخليط متجانس. كما كتشوفوا صافي غادي نخليه على جنب واحد 15 دقيقه. هنا نكونوا شاعلين الفرن على درجه الحراره 150 درجه من الاسفل ومن الاعلى. المده ديال الطهي ديالهم فقط 15 دقيقه، ما عادش ياخذ معكم بزاف ديال الوقت او اقل. هنا عندي هذاك ديال الكلاص، ملعقه ديال الكلاص هي اللي غادي نعمر بها الكاب كيك ديالي. صافي غادي ندير واحده فقط، ما خصنيش نعمر هذا الكاب كيك ديالي بزاف حقاش غادي نزينو بالكريمه. خصني تبقى واحد المساحه في الاعلى باش ما يجونيش طالعين بزاف. نتوما غادي ديروا ملعقه كبيره ونصف فقط. كما كتشوفوا بعد ما خرجته بالفرن هذا هو الشكل ديالو، كيجيو رائعين وخفاف. هنا غادي نمروا باش نزين معكم الكاب كيك اللي حضرت معكم. هنا عندي الكريمه السائله، خصها تكون بارده. غادي نضيف عليها 4 ديال المعالق ديال السكر الخشن وغادي نخلط بالخلاط الكهربائي على هذا الشكل حتى نحصل على واحد الكريمه تكون عاقده مزيان. كما كتشوفوا بعد ما طلعت الكريمه ديالي على هذا الشكل غادي نضيف لها الملون ازرق. تقدروا تضيفوا اي ملون كان متوفر عندكم او تخليوها بيضاء وتزينوا بها. دائما التزيين كيبقى حسب الاختيار ديالكم. كما كتشوفوا بقيت درت الكريمه ديالي في البوش وبقيت كنزين الكاب كيك ديالي على هذا الشكل. نتمنى هذا الكاب كيك ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو هذه الوصفه مع الحباب والاصدقاء. وما كرهتش تدخلوا عندي للقناه تفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. وشكرا لكم، شكرا على التشجيعات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.